السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الموصوف بصفات الكمال والجمال والجلال، المنزه عن العيوب والنقائص والمثال، حي لا يموت، قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، تمت كلماته صدقا وعدلا، وجلت صفاته أن تقاس بصفات خلقه شبها ومثلا، وتعالت ذاته أن تشبه شيئا من الذوات أصلا، ووسعت رحمته الخلق إحسانا وفضلا، له الخلق والأمر، له النعمة والفضل، له الثناء والمجد، له الملك وله الحمد، لم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ولم يترك الإنسان سدى عاطلا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالألوهية يفردوه ويوحدوه، وأسبغ عليهم نعمه ليشكروه، وتعرف إليهم بآياته ليعرفوه، ثم دعاهم إلى طاعته ليطيعوه وإلى محبته ليحبوه، فمن أقبل إليه منهم أرضاه، ومن أعرض عنه منهم ناداه، كما قال جل علاه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سبحانه سبحانه سبحانه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، الذي بعثه ربه بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة، وعلم به من الجهالة، وهدى به من الضلالة، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا بأبي وأمي وروحي على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم وكما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأوردنا بفضلك وكرمك حوضه الأصفى ونهره الكوثر، واسقنا منه بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الأعزاء وأيتها الأمهات الفاضلات وأيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على شاشة قناتكم الطاهرة المباركة قناة الرحمة على طاعته، أسأله جل جلاله أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، مشكاة الأنوار سلسلة إيمانية في الأحاديث القدسية التي يرويها سيد البشرية عن رب البرية، سلسلة تجدد إيماننا وتزكي أخلاقنا وتأخذ بأزمة قلوبنا إلى ظلال العرش
وتروح بأرواحنا إلى رياض الهمم، وتضيء في نفوسنا نور التقى، وتنثر في ربوعنا مسك العلا، وتداوي زكام غفلتنا لنستنشق شذا الهدى ونستروح عبير الأسحار، عسى أن نتذوق طعم الأنس بالعزيز الغفار. فما أسعد الحياة مع الله، وما أهنأ وألذ وأطيب العيش مع الله، ولا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. إلهي وسيدي ومولاي، بك أستجير، ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك. لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك. رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي هداك. رباه قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي، حاشاك ترفض تائبا حاشاك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. إلهي وسيدي ومولاي، أهل ذكرك أهل مجالستك، وأهل شكرك أهل زيادتك، وأهل طاعتك أهل محبتك، وأهل معصيتك من أمثالي لا تقنطهم من رحمتك. فإن تابوا إليك فأنت حبيبهم، وإن لم يتوبوا إليك فأنت طبيبهم. نعم، تبتليهم بالمصائب لتطهرهم من المعائب، فأنا إن تبت مناني، وإن أذنبت رجاني، وإن أجبرت ناداني، وإن أقبلت أدناني، وإن أخلصت وإن أحببت والاني، وإن أخلصت نجاني، وإن قصرت عافاني، وإن أحسنت جازاني. إلهي أنت رحماني فصرف عني أحزاني. أيها الأحبة في الله، أشهد الله أنني أحبكم جميعا في الله، وأظنكم بهذه الكلمة قد عرفتم قبس الليلة. نعم، تعالوا بنا لنعيش الليلة مع قبس وضاء، مع قبس منير، مع قبس رقراق، مع الحب في الله. ومن ثم تعمدت أن أبدأ اللقاء بقولي أشهد الله أني أحبكم في الله، وأسأل الله جل علاه أن يجمعني وإياكم مع المتحابين بجلاله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. قبسنا الليلة رواه الإمام مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. تعالوا بنا لنعيش قليلا في هذه الظلال، في ظلال عرش الكبير المتعال. عسى أن يجمعنا ربنا برحمته ومنه وكرمه وبحبنا فيه ولأجله. عسى أن يجمعنا جميعا مع الحبيب المصطفى في ظل عرش الملك يوم لا ظل إلا ظله. أين المتحابون بجلالي؟ يا ترى متى ينادي الحق تبارك وتعالى بهذا النداء؟ متى؟ أين المتحابون بجلالي؟ إمتى؟ خلي بال حضرتك، ذكرت بالأمس نداء من الملك لآدم، يقول الله عز وجل: يا آدم أخرج بعث النار. ورأيت من الحكمة الليلة، رأيت من الحكمة والفقه في هذه الليلة أن نعيش مع نداء آخر لطائفة أخرى، لا لتذهب إلى النار، وإنما لتنطلق إلى الظلال، إلى ظلال عرش العزيز الغفار. رأيت من الفقه والحكمة بعد ما ذكرته بالأمس أن نعيش الليلة مع هذا القبس، مع هذا القبس المنير المبارك. أين المتحابون بجلالي؟ طب خلي بال حضرتك معايا عشان تستوعب قدر هذه النعمة.
وجلال هذا الفضل. إمتى؟ متى ينادي الحق على هؤلاء المتحدين بجلاله؟ قبل ما نفصل ونفسر في الحديث: يوم تدنو الشمس من الرؤوس بمقدار ميل. سلم يا رب سلم. يوم تدنو الشمس من الرؤوس بمقدار ميل. ميل. الحديث رواه مسلم من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلائق بمقدار ميل. يقول سعيد بن عامر: ما أدري ما الميل، ما أدري ما الميل، المسافة أم الميل الذي تكتحل به العين؟ ما أدري ما الميل. يا ترى هل يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بمقدار ميل، هل يا ترى المراد بالميل المسافة المعروفة، أم يراد به المكحل الذي تكتحل به العيون؟ إلى هذا الحد اسمع وتدبر معي وعش بقلبك وكيانك هذا المشهد المهيب الرهيب. الشمس فوق الرؤوس بمقدار ميل. الله أكبر. والله العظيم لولا أن الملك جل جلاله قدر على الناس ألا يموتون بعد موتتهم الأولى في الدنيا لماتوا من حر الشمس في هذا الموقف العصيب الرهيب. تدنى الشمس من الخلائق حتى تكون على رؤوسهم بمقدار ميل، فيعرق الناس، فيغرق الناس في عرقهم، يغرق الناس في عرقهم. منهم من يكون عرقه إلى كعبيه، هكذا يقول المصطفى في رواية المقداد بن الأسود: منهم من يكون عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يكون عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من يكون عرقه إلى حقويه أي إلى وسطه، ومنهم من يلجمه العرق إلجامه. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه، إلى فمه الشريف الطاهر. بل وفي رواية ابن عمر في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: يغرق أحدكم في رشحه إلى أوساط أذنيه. الله أكبر. يغطي العرق ابن آدم في هذه اللحظات الرهيبة حتى يصل العرق إلى أنصاف الأذنين. الشمس فوق الرؤوس بمقدار ميل. الحرارة وحدها تكاد تصهر الخلق وتكاد تقتل الخلق لولا أن الله قدر لهم ألا يموتوا لماتوا. وجهنم هي الأخرى قد أتي بها إلى أرض المحشر في هذا المشهد المهيب الرهيب. لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. والحديث رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود. فالشمس فوق الرؤوس، وجهنم أتي بها إلى أرض المحشر تزفر وتزمجر غضبا منها لغضب الملك الحق جل جلاله. والملائكة حين يرون الميزان الذي ينصب لميزان الأعمال أو لوزن العامل وعمله يقولون حين يرون الميزان: سبحانك يا رب لمن هذا الميزان؟ فيقول: لمن شئت من خلقه. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وإذا قالت الملائكة ذلك فما يقوله الرسل؟ دعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. بل كل نبي ورسول يقول نفسي. آدم يقول نفسي، إبراهيم يقول نفسي، عيسى يقول نفسي، موسى يقول نفسي. كل الأنبياء والمرسلين، كل الخلق أجمعين إلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أمتي أمتي بأبي وقلبي وأمي وروحي. بل ويشفع للبشرية كلها ليقضي الله عز وجل بينها. الشاهد أيها الأفاضل في هذه اللحظات المهيبة، في هذه اللحظات الجليلة التي يشيب فيها الصغير وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في وقت تقف البشرية كلها من لدن آدم إلى آخر رجل تقوم عليه الساعة، تقف في أرض المحشر على بساط العدل بين يدي الملك الحق جل جلاله، لا تسمع إلا همسة، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. وجهنم تصرخ وتزفر وتزمجر غضبا منها لغضب ربها. لا ظل، لا بناء، لا أشجار، لا بحار،
لا أنهار، لا مرتفعات، لا وديان، لا هضاب، لا شيء. وفي هذه اللحظات المهيبة ينطلق في هذا السكون الرهيب صوت جليل مهيب، فما من متكلم غيره يومئذ ولا مجيب، وما من سائل غيره يومئذ ولا مجيب. ينادي الملك الحق جل جلاله: يا إلهي، على صنف كريم مبارك يريد الحق جل وعلا أن يرحمه من هذا الوقوف المهيب الطويل ومن هذا الحر الشديد. فينادي العزيز الحميد: أين المتحابون بجلالي؟ الله أكبر، الله أكبر. يا رب، يا رب اجعلنا منهم بمنك وكرمك. أين المتحابون بجلالي، أي في جلالي. فالباء هنا كما يقول علماء اللغة بمعنى الفاء، يعني أين المتحابون في جلالي. ولماذا خص الله الجلال؟ لماذا لم يقل أين المتحابون في؟ لماذا خص الله الجلال في هذا الموقف؟ أين المتحابون بجلالي؟ لأن هؤلاء جمعهم على الحب في الله جلال الله، والخوف من الله، والهيبة لله، والعظمة لله، والرجاء فيما عند الله. فهؤلاء ما اجتمعوا إلا وقد جمعهم الحب الذي يجلله الخوف من الملك، والذي يجلله جلال الملك. فشتان بينما يجتمعون، من يجتمعون على حب، لكن على حب ماذا؟ على حب شهوات حقيرة، على حب شهوات رخيصة، على حب شبهات لا وزن لها ولا قيمة. فهناك من يجتمع على الحب لكن في جلال الله، وهناك من يجتمع على الحب لكن في الشهوات والنزوات الرخيصة والحقيرة. وشتان بين هذين الحبين، فهذا حب وذاك حب، لكن حب إذا مسته كف الخنا صار ضربا من العهر. وهل يكون الحب ذا قيمة إذا خلا يوما من لذة الطهر؟ فكيف بالحب في جلال الملك، في عظمة الملك؟ كيف بحب الله وبالحب في الله وبالحب لله وبالحب في جلال الله، هيبة له وخوفا منه وتعظيما له وإجلالا له تبارك وتعالى. أين المتحابون بجلالي؟ أين المتحابون بجلالي؟ الله أكبر. اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. الله أكبر، الله أكبر. نداء من الله تبارك وتعالى على هؤلاء الفضلاء، على هؤلاء الفضلاء، على هؤلاء الأكرمين. أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. طب خلي بالك بقى، يا سلام. أنا ما كنتش متصور، أنا شخصيا ما كنت أتصور قط قيمة وجلال الحب في الله. والله ما كنت أعرف قدر الحب في الله، أنه قد وصل إلى هذا المستوى وإلى هذا الحد وإلى هذا المرتقى. معقول أنت تحبني في الله وأنا أحبك في الله؟ يبقى في هذا الوقت العصيب الرهيب ينادى علي وعليك لنقف تحت ظل عرش الملك. الشمس فوق الرؤوس، لا 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 لا، تعال أنت، تعال أيها المحب لله وبجلاله وفي جلاله. تعالوا يا أهل الحب في الله، تعالوا يا من اجتمعتم على الله وفي الله ولله، لا من أجل دنيا رخيصة، ولا من أجل شهوة زائلة، ولا من أجل نزوة حقيرة فائتة. لا لا لا، تعالوا يا أهل الحب في الله. إلى أين؟ لتقفوا تحت ظل عرش الملك. يا حبيبي، أنت متصور اللي أنا بقوله ده؟ هل تتصور ما أقول؟ والله لو استوعبنا ما أقول الآن لانخلعت قلوبنا. يا أخي، لو سمح لواحد منا أن يجلس في حديقة قصر ملك من ملوك الدنيا، والله لطاش عقله، والله لطاش عقله.
لو سمح لك أن تدخل إلى حديقة قصر ملك من ملوك الدنيا والله لطاش عقلك. كيف لو أخذت كرسيا وجلست في ظلال جدار بيت لرجل من الصالحين، لرجل من الصالحين؟ بل هل فكرت كيف لو جلست في ظل جدار رسول رب العالمين؟ طب انت عشت في دي؟ ما انا بقول لحضرتك والله ما احنا مستوعبين. تصور لو انا جالس الآن في ظل جدار حجرة من حجرات رسول الله، والرسول داخل الحجرة عليه الصلاة والسلام. تصور كيف يكون حالك أيها المحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنك تجلس في ظل جدار بيت رسول الله وأنت تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بداخل البيت، ربما ينادي عليك في أي لحظة، أو ربما تراه في أي لحظة خرج. كيف يكون حالك أيها المحب؟ عاوز حضرتك تتصور إنك واقف في ظل عرش ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. بإيه؟ بماذا؟ إيه اللي أنت عملته؟ إيه اللي أنا قدمته؟ بالحب في الله، بالحب في جلال الله. أين المتحابون بجلاله؟ يا الله يا الله، يكاد قلبي أن ينخلع. ورب الكعبة ما كنت أتصور جلال الحب في الله ولا مقدار الحب في الله. عشان كده ما بستغربش، لا أستغرب أبدا أبدا حين أرى أخا من إخواننا ربما يعيش معك سنوات طويلة، يلازمك ويصاحبك، وفي لحظة من اللحظات يهجرك ويتخلى عنك وينسى ما كان بينه وبينك، وينسى ما كان بينك وبينه من ود وحب. أقول ما كان حبا في الله، وما كان حبا لله، وما كان حبا من أجل الله، بل كان حبا لهوى، بل كان حبا لدنيا، بل كان حبا للوصول إلى مصلحة معينة ومنفعة معينة. فلما حقق الأخ من أخيه ما يريد ووظفه توظيفا لما يريد، لم يتورع أبدا أن يتخلى عن أخوته، ولم يستحيي أبدا من ربه أن يترك محبته وأن ينسى فضل الله الذي أجراه على يد هذا الأخ له. فما كان الحب لله. عشان كده بقول لك اوعى تتصور أن الحب في الله رخيص. ليس الحب في الله رخيصا، ومش أي حد يحقق الحب في الله، لا والله. ده قد يتخلى الأخ عن أخيه بسبب وبغير سبب، بسبب هوى يملأ قلبه، بسبب مرض في قلبه كحقد أو حسد أو ضغينة أو بغضاء أو أي سبب. يترك الأخ أخاه. فين يا عم الحب؟ أين الحب في الله؟ لا 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 لا، ما كان لجلال الله، وما كان في الله، وما كان خوفا من الله، وما كان ابتغاء مرضات الله، بل كان لهوى، بل كان لدنيا، بل كان لمنصب، بل كان لزعامة، بل كان لرئاسة، بل كان لقيادة، بل كان لهوى أو لطمع أو لحب ذات إلى غير ذلك من الأمراض الدنيئة الحقيرة التي تملأ القلوب. عشان كده بقول لحضرتك اوعى تتصور أن الحب في الله أمر هين أو أمر رخيص أو أمر سهل. سهل على من سهله الله عليه ويسره الله عليه، إنما ده الحب في الله أمر جليل وأمر كبير وأمر عظيم. أن يحب الأخ أخاه لله وفي الله ولأجل الله، لا من أجل دنيا. قد يأتيك أخ من إخوانك يقول لك أنا بحبك في الله، ماشي، أحبك الذي يحتني فيه، والله لي عندك مصلحة، المصلحة الفلانية، تقول والله لا أستطيع. يا الله، في التو واللحظة ينظر إليك شذر مذر، وربما يسبك في التو واللحظة، إن لم يسبك في وجهك سبك في غيبتك، اغتابك ونقل إليك أو عنك النميمة وأساء إليك وجرحك في عرضك وفي شرفك وفي دينك وفي مالك وفي علمك وفي دعوتك وفي كل شيء، وقبل دقائق يقول لك أحبك في الله، بس المصلحة ما اتقضتش، المنفعة ما اتحققتش. رحم الله السلف، كان أحدهم يرسل لأخيه ويقول أخي في الله لي عندك حاجة، لي عندك حاجة، فإن قضيتها
حمدت الله وشكرتك، وإن لم تقضها حمدت الله وعذرتك، فإن الأمور تجري بمقادير الله. يا الله يا الله على هؤلاء هم الذين حققوا الحب في الله. أنا عاوزك تتصور حقيقة الحب، لأن الحب في الله ليس رخيصا وليس هينا، ومش هينادى عليك كده بسهولة لمجرد أنك قلت ببقك كلمتين سخنين لأخ من إخوانك أنا بحبك في الله. لا، ده المحبة دي لها ضوابط، والمحبة دي لها شروط، والمحبة لها حقوق، والمحبة لها أركان، والمحبة لها حقائق لابد أن تظهر بها. قل له أخي في الله لي عندك حاجة، فإن قضيتها حمدت الله وشكرتك، وإن لم تقضها حمدت الله وعذرتك، لأن الأمور تجري بمقادير الله. لا أملك لك شيئا ولا تملك أنت لي شيئا، إنما الأمور تجري بمقادير الحق تبارك وتعالى. هو الذي يدبر الأمر وهو الذي يملك الكون. قل إن الأمر كله لله. عرفت معنى الحب في الله؟ معنى الحب في الله إن لو بتحبني وأخطأت أنا تغفر لخطئي وأنا أغفر لك خطأك. هو ده الحب في الله. ولما أجي أقول لك سامحني تقول لي لا، لازم الأول نتعاتب، ولازم الأول كل واحد يعرف حقه. ذهب رجل إلى واحد من السلف فقال موعدنا اليوم نتعاتب، قال بل نتسامح ونتغافر، بل نتسامح ونتغافر. يعني جاء رجل يسب أبا الدرداء رضي الله عنه، وما أكثر من يسبون، وما أكثر من يسبون ومن يقدحون ومن يجرحون الأخوة والإخوة في الله سبحانه وتعالى بلا ورع وبلا خوف وبلا هيبة من الله وإجلال لله جل علاه. فجاء رجل يسب أبا الدرداء ويقدح فيه سبا شديدا، فقال له أبو الدرداء رضي الله عنه يا أخي لا تفرط في سبي. يا سلام كده، ما سبوش أبدا. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم أبدا، وإنما قال يا أخي لا تفرط في سبي، ودع للصلح بيني وبينك موضعا، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. الله 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 على أصحاب القلوب المحبة الطاهرة. إذا أحب الأخ أخاه أعانه. يعني مش أنا رجل مسؤول الآن مثلا عن قناة وأنت تحبني في الله، وهذا عمل عظيم وعمل كبير، وحصل عندي خطأ على القناة على لسان أي عالم من العلماء، أو على لسان أي شيخ من الشيوخ، أو حتى على لساني أنا، أو على أي برنامج من البرامج. الحب في الله أن تنصح لي بأدب جم وبتواضع جم، هذا هو الحب في الله. أما أن تفضح، أما أن تشنع، أما أن تخسف بهذا العمل كله الأرض، فأين الحب في الله يا حبيبي في الله؟ أين الحب في الله؟ هذا ليس حبا في الله، هذا نقد هدام وليس نقدا بناء. هذا النقد لا تقوم به أمة ولا يقوم به عمل ولا ينجح به عمل دعوي أو علمي أو عملي أو إداري. ليس الحب في الله أن تنكر فضل إخوانك، وأن تنكر جهد إخوانك، وأن تنكر جهاد إخوانك، وأن تنسف عمل إخوانك. ليس هذا من الحب في الله في شيء. انصر أخاك ظالما أو مظلومة. قالوا يا رسول الله عرفنا كيف ننصره ظالما، فكيف ننصره مظلومة؟ عرفنا كيف ننصره مظلومة، فكيف ننصره ظالمة؟ قال أن تكفه عن الظلم. انصر أخاك، كف أخاك عن الظلم، بشرط أن تكون على يقين أن أخاك بالفعل قد وقع في الظلم، لكن لا تتوهم أن أنت من نفسك أن أخاك ظالم ثم تصدر الحكم على ذلك، وتصدر الفرمانات والقرارات بأنه ظالم، وتتخذ بناء عليه ما تراه مناسبا لهوى نفسك أو لشيء وقر في قلبك. ليس هذا من باب الحب في الله، بل من باب الحب في الله أن تنصر أخاك بعدل، وأن تقول في أخيك بعدل. لو أنك يا أخي لم تتفق مع أخيك الذي تحبه في الله في 10 مسائل من مسائل الأحكام، في 100 مسألة من مسائل الأحكام، في 10,000 مسألة، لا يقدح هذا على الإطلاق في الحب في الله إن كان لله وإن كان في الله أبدا.
ما فيش مانع أخلفك وتخالفني في 5 مسائل و10 مسائل و100 مسألة. اختلف الصحابة بل واختلف الأنبياء وأنا أعي كل لفظة أرددها بفضل الله. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. اختلف نبيان كريمان داود وسليمان في قضية واحدة، واختلف الصحابة والأئمة الأربعة بل ومن بعدهم، ولا زال العلماء في عصرنا يختلفون. لكن ما علاقة الاختلاف في مسائل العلم وفي مسائل الأحكام وفي مسائل الخلاف المعتبر بالحب في الله والبغض في الله؟ لا علاقة له بهذا. الحب في الله أن تكون عدلا مع إخوانك، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. الحب في الله أن تدعو الله بظهر الغيب لإخوانك ممن تراهم يرفعون راية التوحيد وراية السنة، وإن خالفتهم أنت في مئات المسائل فمن المحبة في الله أن تدعو الله لهم أن يزيدهم سدادا ورشادا وهدى وتوفيقا وإخلاصا إلى غير ذلك. الحب في الله مش كلمة رخيصة، مش أنا أحبك في الله خلاص يلا وانتهى الموضوع. لا 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 لا, لا أبدا أبدا. فما أكثر، معلش سامحوني، فما أكثر الدعاوى وما أرخص الدعاوى. ولو صارت كل دعوة لسهل على كل إنسان أن يكون صاحب دعوة. الأولى بالياء والثانية بالهاء. لو كانت كل دعوة لسهل على كل إنسان أن يكون صاحب دعوة. لا 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 لا، ما أيسر الدعاوى وما أرخص الدعاوى وما أسهل الدعاوى. ما أسهل أن يقول الإنسان إني أحبك في الله والقلب لا يعلم بحاله إلا الله. ما هي إلا كلمة. عشان كده خلي بالك، مش أي حد هيخرج من حرارة الشمس في هذا اليوم العصيب الرهيب ويندرج ليقف تحت ظل العرش. لا 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 لا، اوعى تفتكر ان المسائل كده مفتوحة. لا والله، لن يتقدم إلا الصادقون في الحب في الله ولجلال الله سبحانه جل علاه. هؤلاء فقط، هؤلاء الصادقون فقط هم الذين يتقدمون ليظلهم الملك في ظل العرش جل جلاله، في ظل العرش. طب اسمع كده الرواية الثانية الجميلة دي في صحيح البخاري ومسلم، أنه صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله، أي في ظل عرشه، بدون تفصيل في ذكر أقوال العلماء. قرأت أقوالا كثيرة جدا في هذه الجزئية، في ظل عرشه أو في ظله يوم لا ظل إلا ظله. المسألة محسومة، لأن فيه رواية عن سعيد بن عامر سندها حسن: أظلهم في ظل عرشي. خلاص حسمت هذه الرواية كل خلاف، في ظل العرش. وقال شيخنا ابن عثيمين طيب الله ثراه: يخلق الله تبارك وتعالى شيئا يظلهم الله عز وجل فيه. لأن ما ينفعش تقول في ظل الله، ما ينفعش تقول إن رب العزة له ظل. لا لا لا، هذا لا يليق. ليه؟ خلي بالك من دي، خلي بالك من دي لطيفة عض عليها بالنواجذ. لا يصح أن أقول بأن لله تبارك وتعالى ظلا، لا يجوز أن أقول إن لله ظلا، وإنما المراد أظلهم في ظل، أي في ظل العرش. ليه؟ ليه؟ لأنه لا يليق بالله. برضو مش مستوعبها مولانا، خلي بال حضرتك. لا ينتج الظل إلا إذا علت الشمس شيئا فينتج لهذا الشيء الذي علاه الشمس ظل، والشمس لا تعلو الملك يوم القيامة. هل استوعبت؟ الشمس لا تعلو الملك جل جلاله يوم القيامة أبدا أبدا. ومن هنا ينتهي ويحسم هذا الخلاف. اليوم أظلهم في ظل، أي في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي جل جلال الملك. 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. منهم مين؟ أنا مش هقول الحديث بقى: إمام عادل وشاب نشا في عبادة الله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان. هو ده الشاهد اللي أنا عاوزه بقى: ورجلان تحابا في إيه؟
في الله. ما هيش كلمة، والله العظيم ما هي كلمة. ما أسهل الكلام. تحاب في الله، في الله، مش للدنيا، مش للهوى، مش للمصلحة، لا، في الله. تحاب في الله، اجتمع عليه، على الله، على الحب في الله، وتفرقا على الحب في الله. إنما لو تفرقا في الدنيا وهما كان يدعيان ويزعمان أنهما يحبان بعضهما البعض في الله، اعلم بأنهما ليس صادقين. يقول صلى الله عليه وسلم: ما تفرق أخوان اجتمعا في الله إلا بذنب أحدثه أحدهما. مش ممكن أبدا أنا وإنت بنحب بعض في الله وتفرقنا بدون أسباب أو بأسباب واهية باطلة يحركها الهوى والظل. اعلم أن أحدنا قد أحدث ذنبا حرم بهذا الذنب من أخوة أخيه، حرم بهذا الذنب من محبة أخيه ومن دعاء أخيه له بظهر الغيب. نعم، أسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. خلي بالك: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. اجتمعا عليه. طب ما تخلينا لما نتحب في الله نجتمع على الحب في الله، ونفترق برضو على الحب في الله. نفترق على الحب في الله. أنا أحبك في الله وأدعو لك بظهر الغيب، وأنت تحبني في الله وتدعو لي بظهر الغيب. وإن ذكرت أنا أمامك دعوت الله لي وأثنيت علي خيرا، وإن ذكرت أنت أمامي دعوت الله لك وأثنيت عليك خيرا. هو ده تحب في الله، اجتمع عليه وتفرق عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث أنس: 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. يا راجل ما تصدق النية بقى، يا راجل ما تطهر السريرة والطوية بقى، وتخلي المحبة بتاعتك لله، مش لدنيا ولا الهوى ولا المنصب ولا الزعامة ولا للأنا. الأنا اللي تضخمت فينا دي، الأنا اللي قتلتنا، الأنا التي ذبحتنا. أنا أعوذ بالله من الأنا. مرض خفي يدمر الإنسان ويفسد عليه دينه بصورة قد تفوق صورة إفساد الذئب الجائع لزريبة غنم. كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: الحرص على الجاه وعلى الوجاهة وعلى الأنا قد تفسدك، وقد تفسد عليك دينك، بل وقد تفسد عليك دنياك وأنت لا تدري. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. ما تحبني لله وأنا أحبك لله. ما تيجي نطهر القلوب من الحقد ومن الحسد، الحسد اللي دمرنا، الحسد الذي أمرضنا وأهلكنا وأفسد علينا ديننا. الحسد. يا أخي أنت بتحسد أخاك ليه؟ لماذا تتمنى زوال النعمة عن أخيك؟ ليه؟ سل المعطي جل جلاله، والمعطي من أسمائه الحسنى. سل الغني الحميد جل جلاله الذي أعطى أخاك أن يعطيك، وسل الله أن يزيد أخاك مما أنعم عليه وأن يعطيه من واسع فضله. يد الله ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض. يمين الله جل وعلا لا تنفد، ما في يمينه لا ينفد، وعطاؤه لا ينتهي. ليه الحسد؟ ليه؟ هو اشمعنى فلان؟ هو فلان ده أحسن مني؟ هو فلان ده بيقول إيه؟ يا حبيبي دي أرزاق قسمها الرزاق. هي القضية قضية قال إيه؟ ما أكثر المتكلمين وما أكثر المنظرين وما أكثر المجعجعين. إنما أنت بتبتغي بكلامك مين؟ هل تريد بكلامك وجه الله؟ هل تريد بفعلك وجه الله؟ ما فلان بيعمل اللي أنا بعمله. يا حبيبي بس فلان ده أخلص لله، وربك يعلم السر وأخفى، وربك يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وفي اللحظة التي سيرائي فيها الخلق
وسيبتغي بقوله وعمله وجه الخلق، سيفضحه الخالق على رؤوس الأشهاد، وسيحول الخالق سره إلى علانية، وسيجعل عمله الذي يكنه في صدره علنا عند الخلق. إما أن تسمع الخلق يقولون أخلص فلان، وإما أن تسمع الخلق يقولون أراء فلان. وصدق المصطفى كما في الصحيحين من حديث ابن عباس: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه البزار: ما من عبد إلا وله صيت. الله الله الله، صيت. يقول لك الصيت ولا الغنى، راجل فقير بس له صيت. يقول لك ده فلان ده ما شاء الله عنده راجل مسكين يا عيني بس عايش بالستر كده، عايش مستور. يقول لك الصيت ولا الغنى. فكل واحد له صيت يا اخوانا، بس في السماء النبي يقول كده: ما من عبد إلا وله صيت في السماء، فإن كان صيته في السماء حسنا وضع في الأرض، ومن كان صيته في السماء سيئا وضع في الأرض. يبقى أنت صيتك هنا في الأرض حسن لأن صيتك في السماء حسن، وصيتك في الأرض سيء. يقول لك فلان أعوذ بالله ده ظالم، فلان أعوذ بالله ده منافق، فلان أعوذ بالله ده مرائي، فلان ما شاء الله ما شاء الله والله نحسبه من المخلصين، فلان ما شاء الله والله نحسبه من المحسنين، فلان ما شاء الله والله نحسبه من العلماء الربانيين والعلماء العاملين، فلان والله ده قارئ نحسبه يبتغي بقراءته وجه الله. عشان كده يؤثر في قلوب الخلق وفي أسماء. سبحان الله، سبحان من جعل ألسنة الخلق أقلاما للحق، سبحان من جعل ألسنة الخلق أقلاما للحق، جل جلاله، جل جلال ربي. نعم. اللهم طهر قلوبنا من الحقد، وطهر قلوبنا من الحسد. الحاسد ده غبي ومريض القلب، لأنه يتعامل مع الله جل جلاله تعاملا يتملكه الغباء، يتعامل وكأن الله لا يقدر أن يعطي هذا الحاسد ما أعطاه للمحسود. ثم الحاسد يأكل الحسد قلبه ويحرقه كما يحرق النار الحطب ولا يحصل شيئا. والحاسد فيه صفة من صفات إبليس، لأن إبليس أبى السجود لآدم لأنه حسده على ما فيه من نعمة. قال له أنا أسجد له وأنا مخلوق من نار ومخلوق من طين. وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر كان من الكافرين. والحاسد فيه صفة من صفات اليهود، أعوذ بالله، صفة من صفات اليهود. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ليه؟ حسدا من عند أنفسهم. فالحاسد ده والعياذ بالله خسران ومخذول في الدنيا والآخرة. يا أخي سل الملك، سل الغني الحميد، طهر قلبك وأحب أخاك في الله. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. والتالتة بقى أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. روى الإمام مسلم في صحيحه وغيره أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن رجلا زار أخا له في الله في قرية، فأرصد الله له على مدرجته ملكا، يعني أرسل الله لهذا الرجل المحب الصادق ملكا من الملائكة، أي في صورة رجل، أي في صورة إنسان، كما في حديث جبريل: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالملك يقول لهذا الرجل إيه؟ بيقول له: أين تريد؟ أنت رايح فين؟ فقال: لأزور أخا لي في الله في هذه القرية. فقال له الملك: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ هل لك من نعمة تربها عليه؟ يعني تريد زيادتها؟ فيه بينك وبينه دنيا أو مصلحة رايح تنميها أو تجارة رايح تزيدها؟ قال: لا 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 لا، ولا ما فيش بينه وبينه دنيا ولا تجارة أبدا، بل إني أحبه في الله، ما ذهبت إليه إلا لأني أحبه في الله. فقال له الملك: فإني رسول الله إليك، أي لأخبرك، فإني رسول الله إليك بأنه جل وعلا
قد أحبك كما أحببته فيه. فحضرتك استوعبت اللفظة دي؟ لا والله معلش سامحني ما استوعبناهاش. إني رسول الله إليك بأنه قد أحبك. مين؟ من؟ الملك جل جلاله قد أحبك. ليه؟ لمجرد أنك تحبني في الله، أو لمجرد أني أحبك في الله. قال فإني رسول الله إليك بأنه قد أحبك كما أحببته فيه. فيه رواية رقراقة جدا وجميلة قوي في مسند الإمام أحمد وسنن الإمام الترمذي وموطأ الإمام مالك بسند صحيح أن أبا إدريس الخولاني رحمه الله تعالى وهو من التابعين، أن أبا إدريس الخولاني قال دخلت يوما مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنايا. الله الله الله. فإذا فتى براق الثنايا وإذا الناس معه يسألونه، إذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه. شايف المكانة للشاب ده؟ وإذا الناس معه إذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه. يقول أبو إدريس فسألت عنه من هذا؟ فقيل لي هذا معاذ بن جبل. الله الله الله. هذا معاذ بن جبل. معاذ ده حبيبي، حبيب قلبي. معاذ إمام العلماء، مقدام العلماء الأتقياء الحكماء. معاذ بن جبل السهل السري، معاذ بن جبل السمح السخي، معاذ بن جبل الداعي النقي التقي رضي الله عنه. حبيب الحبيب النبي. الله. وحبيب حبيبي حبيبي، وحبيب حبيبي حبيبي. هذا حبيب رسول الله فهو حبيبي وحبيبنا جميعا. معاذ بن جبل رضي الله عنه. صور النبي عليه الصلاة والسلام مسك إيد معاذ كده في يوم من الأيام كما في الحديث الصحيح الذي راه أبو داود والنسائي. مسك النبي يد معاذ وقال له يا معاذ. النبي اللي بيقول له يا معاذ والله إني لأحبك. يا خبر أبيض. يا خبر والله العظيم قسم يخلع القلب، والله العظيم يخلع القلب. خلي بال حضرتك مش معاذ اللي بيقسم بيقول له يا رسول الله والله إني لأحبك. معقول ان معاذ هو اللي يقول له والله اني لا احبك؟ لا، ده النبي عليه الصلاه والسلام يقول له يا معاذ والله اني لا احبك. يقول له بابي انت وامي يا رسول الله ووالله اني لا احبك ووالله اني لا احبك. فيقول له صلى الله عليه وسلم فلا تدعن ان تقول دبر كل صلاه اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. خلي بال حضرتك هذا تعليم محب لحبيبه، هذا تعليم محب لحبيبه. فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طب خلي بالك ارجع كده معايا لمعاذ. أبو إدريس الخولاني بيقول فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل. صبر أبو إدريس، وهذا إن دل فإنما يدل على عقل الرجل وعلى كمال الرجل. حتى كان في اليوم التالي قال فهجرت إلى المسجد. هجرت يعني بكرت، ذهب مبكرا. فهجرت إلى المسجد فوجدت معاذ بن جبل سبقني بالتهجير. ما هم سبقون دائما. سبقني بالتهجير ووجدته يصلي. قال فانتظرته حتى قضى صلاته ثم أتيته من قبل وجهه. هو ده الأدب، هذه السنة. مش تنادي عليه من وراء أو أنادي على عالم من الخلف، لا، من قبل الوجه، وتقبل عليه بتوقير وإجلال واحترام وتقدير. قال فأقبلت عليه من قبل وجهه ثم سلمت عليه وقلت له والله إني لا أحبك في الله. فالتفت إليه معاذ وقال الله، يعني والله. فقال أبو إدريس والله الله. قال معاذ الله. قال أبو إدريس الله. قال معاذ الله. قال أبو إدريس الله، يعني والله أحبك في الله. قال فجبذني، يعني ضمني إليه بحبوة ردائي وقال أبشر أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى. ده حديث قدسي تاني اهو. قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين في الله، مش في الدنيا، مش عشان المصلحة، مش عشان تبقى زعيم ولا تبقى قائد ولا تبقى داعي ولا تبقى عالم ولا أبدا. وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتباذلين في والمتزاورين في. وجبت. من الذي أوجب على نفسه؟ الله.
وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في. الله أكبر، يا له من كرم. ألم تسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقسم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن سلام: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم، سلم على من عرفت ومن لم تعرف، يعني من المسلمين. أفشوا السلام بينكم، لا تفشي السلام على أخ تعرفه، ولا تلقي السلام على أخ لك يصلي إلى جوارك في المسجد، لأنه لا يجلس معك إلى نفس الشيخ الذي تتربى على يديه، ولأنه لا ينتمي معك إلى نفس الجماعة التي تنتمي إليها. لا يا أخي، سلم على من عرفت ومن لم تعرف من إخوانك، من الموحدين، من المؤمنين، من المسلمين، ممن يصلون معك إلى قبلة واحدة وإلى كعبة واحدة، ويشهدون معك أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. حتى ولو رأيته مبتدعا فاقترب منه وابذل له النصيحة بأدب جم وتواضع كبير، وسل الله الذي رزقك السنة أن يرزقه السنة، ولا تقدم له النصيحة وأنت تريد أن يبقى على البدعة وأن يموت عليها. قال الشافعي: ما ناظرت أحدا إلا ورجوت الله أن يكون الحق معه. هؤلاء هم أصحاب القلوب الطاهرة النيرة التي طهرت من الحقد والغل والحسد والغش والضغينة وغير ذلك من أمراض القلوب القاتلة. فقد ترى الإنسان في الظاهر ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لكنه يحمل قلبا مريضا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسأل الله أن يطهر باطننا وأن يطهر ظاهرنا، بل وأن يجعل باطننا أحسن من ظاهرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. خلي بالك، يوم القيامة مش هتبعث إلا مع من تحب. دي صعبة قوي. أنت بتحب مين؟ من تحب. والله العظيم لن تبعث يوم القيامة إلا في زمرة من تحب. استنى يا مولانا، ده قسم خطير جدا. وخلي بالك بقى، ما هو الذي يطلع على قلبي وقلبك الآن هو الملك علام الغيوب الذي يعلم السر وأخفى. أنا بحب مين؟ أنا أحب من؟ وأنت تحب من؟ هتبعث مع من تحب وسأبعث مع من أحب. معك دليل؟ طبعا. قال النبي الجليل كما في الصحيحين من حديث أنس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ القيامة إمتى تقوم؟ متى الساعة؟ فقال له الحبيب: وماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير عمل، إلا أني أحب الله ورسوله. الله الله الله، هو صادق، إلا أني أحب الله ورسوله. فقال له صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. يقول أنس: فوالله ما فرحنا بشيء كفرحنا بقول النبي المرء مع من أحب. ثم قال أنس: وأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر، وأدعو الله أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم، وأنا وأنتم جميعا نقول: اللهم إنا نشهدك أننا نحب رسول الله وأبا بكر وعمر وعثمان وعليا وآل بيت النبي وجميع أصحاب الحبيب النبي، ونسألك برحمتك وبحبنا لهم وإن قصرت أعمالنا أن تحشرنا معهم يا أرحم الراحمين. الحب هو الحب ده، الحب ده شطر العبودية، نصف العبودية حب. وفيه ناس لا تقبل على الله إلا بالحب، وفيه ناس لا تقبل على الله إلا بالإنذار والتخويف. فيه ترغيب وفيه ترهيب، فيه رجاء وفيه خوف، شطر استسلام وإذعان وانقياد، وشطر حب ورجاء. اسمع مني الفقرتين دول من أخطر ما ستسمع، من أخطر ما ستسمع. الأولى لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال عبد الله: والله
لو قام رجل يعبد الله بين الركن والمقام، يعني في الكعبة المشرفة، والله لو قام رجل يعبد الله بين الركن والمقام 70 سنة لبعثه الله يوم القيامة مع من يحب. ما فيش فايدة. انت بتحب مين؟ قلبك فين؟ ما هي القلوب جوالة، إما أن تجول حول السماء وإما أن تجول حول الخلاء، تبقى معلقة بالوحل والطين والشهوات والنزوات والدنيا الرخيصة الزائلة. وفيه قلوب معلقة بالعرش، بعرش الملك جل جلاله. انت فين قلبك؟ أين قلبك؟ أين يبيت قلبك؟ وإن استيقظت أين يطير قلبك؟ أول ما تصحى قلبك بيروح على إيه؟ على الأموال اللي في البنك، على المرأة، على الأولاد، على المنصب، على السيارة، على الطين، على العقارات. أول ما تصحى قلبك يطير فين؟ وأول ما تنام قلبك ينام فين؟ يبيت فين؟ إذا أويت إلى فراشك فانظر أين يبيت قلبك، وإن استيقظت من نومك فانظر إلى أين يطير قلبك. فالقلوب جوالة، إما أن تجول حول السماء وإما أن تجول حول الخلاء. والله لو قام رجل يعبد الله بين الركن والمقام 70 سنة لبعثه الله جل وعلا يوم القيامة مع من يحب. طب خذ الفقرة الثانية، وهي من نفيس كلام عبد الله بن عمر رضي الله عنه. قال عبد الله: والله لو صمت النهار لا أفطر، وقمت الليل لا أرقد، وأنفقت مالي في سبيل الله، أموت يوم يموت، أموت يوم أموت، وليس في قلبي حب لأهل طاعة الله وبغض لأهل معصية الله، ما نفعني ذلك شيئا. يا الله، لا تاني يا مولانا بالراحة والله الكلمات دي عشان تعرف انت بتحب مين وقلبك معلق بمين وقلبك معلق بإيه. ما نش عاوز أذكر أسماء ولا شارات ولا رايات ولا أشخاصا، إنما أنت أدرى بمن في قلبك. وأنت يا أمي ويا أختي ويا ابنتي أدرى بمن في قلبك. مين اللي في قلبك؟ حب من في قلبك. مش هذكر حتى لا أخدش حياء أم أو أخت من أمهاتي وأخواتي وبناتي، إنما أنت أدرى بمن في قلبك، وأنت يا أخي أدرى بمن في قلبك. اسمع لعبد الله بن عمر: والله لو صمت النهار لا أفطر، وقمت الليل لا أرقد، وأنفقت مالي في سبيل الله، أموت يوم أموت، وليس في قلبي حب لأهل طاعة الله وليس في قلبي بغض لأهل معصية الله، ما نفعني ذلك شيئا. أنت بتحب مين؟ عمال تحب أعداء الله وتقول إنك مؤمن، تدعي حب أعداء الله وتزعم أنك مؤمن، وتعادي أولياء الله وعلماءه ودعاته وتزعم أنك مؤمن. لا يا حبيبي، لا والله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان. وكذا تعادي جاهدا أحبابه. أين المحبة يا أخ الشيطان؟ شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان، فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك يكفر، ووليت أهل الحق سرا وجهرة، ولما تعاديهم وللكفر تنصروا. فما كل من قد قال ما قلت مسلم، ولكن بأشراط هنالك تذكر مباينة الكفار في كل موطن، بذا جاءنا النص الصحيح المقرر. وتصدع بالتوحيد بين ظهورهم وتدعوهم سرا لذاك وتجهر. هذا هو الدين الحنيفي والهدى وملة إبراهيم لو كنت تشعر. طب عشان الوقت انتهى، من السنة إن أحببت أحد إخوانك أن تخبره وأن تعلمه أنك تحبه. من السنة. لو كنت أقدر الآن على شاشة قناة الرحمة أن أرسل رسالة قصيرة على الشاشة لإخواني ممن أعرفهم لأقول لهم اسما إني أحبك في الله، والله لو استطعت لفعلت. ولذا فأنا أعلنها امتثالا مني وتأدبا مني، بل واتمارا مني لأمر حبيبي ونبيي صلى الله عليه وسلم، الذي قال لرجل
كما في الحديث الصحيح الذي راه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم من حديث أنس أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر عليه رجل فقال الرجل للنبي: يا رسول الله إني أحب هذا، إني أحب فلانا هذا. فقال له النبي: أعلمته؟ أخبرته؟ قال: لا. قال: أعلمه. فلحقه، ترك مجلس النبي ولحق أخاه وقال له: إني أحبك في الله. فقال له الرجل: أحبك الذي أحببتني لأجله، وأنا امتثالا مني لرسول الله أقول إني أحبكم في الله. وأسأل الله أن أكون صادقا في هذه الكلمة وألا تكون دعوة. أسأل الله أن يجعلها صادقة، إني أحبكم في الله. وأسأله جل وعلا أن يجمعني وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فإذا أحببت أخاك فأعلمه أنك تحبه وقل له: إني أحبك في الله. ومن السنة أن يرد عليك هو وأن يقول: أحبك الذي أحببتني فيه، أو أحبك الذي أحببتني لأجله. أيها الأفاضل، أسأل الله جل وعلا بهذا الحب الصادق أن يرد الأمة من جديد إلى الحق ردا جميلا. فبهذا الحب مع الإيمان نصرت الأمة، بهذا الحب مع الإيمان نصرت الأمة. هذا الحب هو الذي ألف به ربنا جل جلاله على يد نبينا صلى الله عليه وسلم بين علي القرشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي وأبي ذر الغفاري. وبهذا الحب امتزجت أرواحهم فصارت روحا واحدة، تفرق في أجسام متعددة وصاروا أغصانا متشابكة تنبثق كلها من دوحة واحدة، وارفة الظلال، عذبة الماء، جميلة الظلال. نعم، ورددوا بهذا الحب والإيمان مع سلمان قولته الجميلة: أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. أين الحب في الله في وقت يرى فيه الأخ أخاه في فلسطين أو في أي مكان يجوع ويموت من شدة الجوع والبرد، ولا ينبض له عرق ولا يتحرك له قلب ولا تتحرك له جارحة؟ ألم أقل لكم إن الحب في الله ليس أمرا هينا وليس أمرا رخيصا؟ فإن عدنا إلى الحب في الله بعد تحقيق الإيمان بالله عادت الأمة إلى مكانتها وسيادتها وقيادتها وريادتها التي أرادها لها ربها وأرادها لها نبيها صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا. وأخيرا، إني أحبكم في الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشكاة الأنوار حديث قدسي يهدي للأقوم، اللفظة من قول الهادي والمعنى لله الأعظم. الله ينادي بعبادي ويمد يديه لمن أسلم. حرمت الظلم على نفسي والظلم لدى الناس محرم. مشكاة الأنوار دروس في فضل الرحمن الأكرم.